على فكره بالنسبه للسواد اللي احنا بنشوفه في حياتنا، وبالنسبه للاخبار الكتير الوحشه اللي كل شويه بنسمعها عن نادي الزمالك، لما جيت ابص على القائمه اللي هنبدا بها الموسم، هي وحشه وفيها نواقص وكل حاجه، بس والله انا ما حسيتهاش بالسوء اللي انا عايش فيه بقالي فتره كبيره. حسيتها اللي هو تمشي الحال عادي. هتلاقي في الحراسه عندك المهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي ومعاهم احمد الشناوي الصغير. حراستك حلوه زي السنه اللي فاتت، انت مش هتعرف تضيف عن كده. لما تبص على قلوب دفاعك وتلاقي عندك، او نمسك كل خط لوحده احسن. يعني حراسه المرمى انا واثق جدا 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 في المهدي سليمان، عندي ثقه عمياء فيه. انا بحب الراجل ده جدا. انا الراجل ده بالنسبه لي انا بحبه ليه؟ الراجل ده كان خلاص يعتبر بطل كوره واعتزل فجاه ومن غير مقدمات. انا لقيت الراجل ده في الملعب بيأدي اللي عليه وبيعمل اللي عليه. لا وبيشيلني في ماتشات بيكسباني زي ماتش الاتحاد. بيكسبني ماتش بدوري ببطوله ب3 نقط على طول. ساهموا اللي انا اخد الدوري. بديله عواد او محمد صبحي بديلين كويسين، ده كده كده عواد شفناه في اخر ماتش ضد السيراميكا شال المسؤوليه ونزل عمل اللي عليه. فانا بشوف ان حراسه المرمى عندنا كويسه مش وحشه. الدفاع، قلوب الدفاع اولا، عندك 2 اساسيين اللي هم الونش ومحمد اسماعيل. بدلاء عندك مصطفى الزناري واحمد حسام والسيد اسامه. والله انا شايف محمد اسماعيل احسن مدافع في مصر السنه اللي فاتت، وجنبه الونش بخبراته العاليه بتالقه الكبير كمان. وان الونش حتى لو غاب فتره كبيره انا عارف ان الونش رجوله وهيرجع يسد مكانه ولا كأن في اي حاجه. فانت عندك 2 مدافعين اساسيين حلوين جدا، قلوب دفاع حلوين جدا، محمد اسماعيل والونش. واحد قوي بتاع التحامات والتاكلينج بتاعه بالمسطره اللي هو الونش، قصاد واحد في الكرات الهوائيه عالمي، الكرات الارضيه عالمي، في نفس الوقت في القطع حلو مش بنفس جوده الونش بس عالمي، في نفس الوقت لعيب بيبدا كره من تحت عالمي. وجوكر افتكر ان هو جوكر بيلعب باك يمين ونص ملعب كمان عادي، فلاعيب كبير قوي. مصطفى الزناري واحمد حسام والسيد اسامه هنقول اقل وكل حاجه، بس يسدهم بالذات السيد اسامه لما لعبت في ماتش سيراميكا وسد الدنيا معاه. فمعاك اللي يسد، معاك اللي موجود ويسد في قلوب الدفاع. الباكات، الباك اليمين عندك عمر جابر ومحمد ابراهيم. انا من رايي محمد ابراهيم ابدا خلاص اجهزه ان هو يكون الاساسي بتاعي، لان ولد بان عليه ان هو موهبه كبيره جدا في المركز ده. طلعت حازم امام الصغير، لعيب سريع بيقطع الكوره حلو، يدفعه كويس، هجومه كويس جدا، عرضياته جميله. مع الوقت كمان لما ينسجم مع الفرقه اكتر، لما ياخد ثقه اكتر، لما يتطور في كذا حاجه اكتر، تلاقي الواد ده باك يمين زي ما قال الكتاب ما شاء الله عليه اللهم بارك. عمر جاب خبره كبيره ويسد سواء اساسي او احتياطي في المركز ده. باك اليمين حلو. باك الشمال اللهم زيد وبارك. عندك بنتايج اللي انا بشوفه احسن باك شمال متكامل في القاره. انا بشوف كده الراجل ده دفاعيا وهجوميا موجود، الراجل ده ما شاء الله. احمد فتوح هم 10 ماتشات اللي بيعرفهم وكل حاجه، بس يا رب يا رب يا رب ينفخ في صورته ويلعب الموسم كله ويأدي، لان الواحد محتاج احمد فتوح في الاوقات اللي زي دي. احمد فتوح برضه لاعب كبير قوي مفيد جدا. تمام. الخضري وايشو اللي جدد بعد لما كفرنا وحسسنا ان هو روبن او ميسي، وفي الاخر جدد مع الزمالك، ويقال ان هو جدد بفلوس اقل من عقده القديم اصلا. فانا الله اعلم، انا ما اعرفش. الكلام اللي طلع كتير ان هو عايز العقد ياخد منه 25% مره واحده دفعه اولى وبعدين تبقوا تقسطوا لي ومش عارف ايه وكلام كتير ملناش دعوه. هو جدد في الاول وفي الاخر فيحترم لاجل ان هو بيلعب في نادي الزمالك ويلبس تيشيرت نادي الزمالك بس. والخضري كان طالع طلعه اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله، كان طالع طلعه لاعب زي الصاروخ. فجاه الكابتن معتمد خلاص ما عادش بيعتمد عليه لان موجود فتوح وبنتايج، فخلاص انا مش هعتمد على الخضري في وجود دمن، بس هو حاجه للمستقبل رهيبه ما شاء الله، وهياخد ماتشات في الموسم وهيبقى موجود. انت عندك خط الدفاع بالحراس انا شايفه ان هو كويس جدا والله. فعندك خط الدفاع بالحراس كويس جدا ومقبول جدا، ويمكن والله بجد ان ده احسن خط دفاع بحراس موجود في الدوري المصري كله، من الاهلي وبيراميدز وكله. تخش على نص الملعب عندك عبد الله السعيد اللي ما اعرفش هو موجود لغايه دلوقتي ليه في النادي، هو بيعمل كل ده مشيه. انا من رايي والله مشيه، ما تسيبوش في النادي طالما عامل المشاكل دي، وهو كده كده 41 سنه. بس مع اني هقول القايمه
عبد الله، محمد شحاته، ادم كايد، احمد ربيع، ومحمود جهاد. دول اهم ناس موجود، ووائل الفرنسي، يوسف وائل الفرنسي. شايفه نص ملعب؟ طبعا مش اقوى نص ملعب، مش نص ملعب قوي جدا زي اي نادي تاني. انت عندك الستات اللي في الفرقه محمود جهاد واحمد ربيع. محمود جهاد من ساعه لما جه متصاب، احمد ربيع برده كان متصاب فتره كبيره ولعب وكان مستواه متذبذب، ما كانش كويس، بس كان له حسنه في الدوري 3 نقط ماتش زد بتوعه بالشوطه الار طول اللي حطها جوه، عشان برده كل واحد ياخد حقه. فاحمد ربيع مستواه متذبذب، مع الوقت ممكن يبقى احسن. واحد باثق في كلامه اللي هو الكابتن حازم امام، قال لك ان محمود جهاد ده لعيب كبير جدا، بس وفي افضل الفتره دي كلها بيتعافى وبيعمل شغل بدني وشغل تكتيكي وتمرينات علشان يرجع نادي الزمالك. فانا نفسي اشوف محمود جهاد. اول ما شفته لمحمود جهاد انا قلت ده لعيب كبير قوي، بس بعدها في اصابه لغايه دلوقتي. فربي لو يرجع لمستواه من غير اصابات ان شاء الله هيبقى كويس. ده محمود جهاد. كمان محمد شحاته ما شاء الله عليه، اللهم بارك، الولد ده لعيب كبير جدا 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 جدا. والله انا محمد شحاته ده يشكر، بيستحمل حاجات كتير جدا، لعب في غير مركزه وحاجات كتير جدا، وبيأدي الحمد لله في كل المراكز اللي بيلعبها، ما شاء الله عليه. عبد الله السعيد الخبره اللي في نص الملعب، دلوقتي بتكلم على الجزء الفني، ما بتكلمش على مشاكله ولا على اي حاجه. عبد الله السعيد الخبره اللي في نص الملعب، اللي المفروض العبه في الماتش الشوط الثاني مثلا بس، او من اول الدقيقه 50 55 60 كده، يديني كل اللي عنده في ال 30 دقيقه وال 35 دقيقه الباقيين. انا هستفاد من عبد الله جدا. لمسه واحده من عبد الله تغير الماتش كله حرفيا يعني. ادم كايد انا شايفه ناصر ماهر جديد واحسن كمان. ادم كايد جه عليه فتره مع كابتن معتمد جمال قبل ما يتصاب في اخر الموسم، قسما بالله كان مرعب. كل باصه رايحه بالمسطره، ترقيص، استلامات، خروج من تحت ضغط، باصاته بالملي، الباصات البينيه رائعه، وكان منحوس في حوار العارضه. فهو لعيب حلو قوي قوي، لعيب مهاري جدا، هنستفاد منه فيما بعد ان شاء الله لما يطور من نفسه اكتر كمان. ده نص ملعبك. شايفه ايه؟ شايفه نص ملعب متوسط، ما هوش كويس، بس نص ملعب يقدر يشيلني عادي، ما فيهاش اي حاجه. لو محمود جهاد في حالته ان شاء الله، محمد شحاته موجود، عبد الله سعيد، ادم كايد، يوسف وائل الفرنسي اللي هو موهبه رائعه، موهبه شابه رائعه جدا، اتفرجنا عليه في كاس الرابطه وبعدين في ماتشات في الدوري كان بينزل يفرق، لاعب كوره عظيم، احنا هنشوفه فيما بعد ان شاء الله كمان. فنص ملعبك يسند، قسما بالله يسند، ما هوش كويس، ما هوش الاحسن، ما هوش كذا، بس نص ملعب يسند عادي، ما فيهاش اي حاجه. هجومك بقى اطراف، عندك خوان بزيرة اللي مرمطنا، بس احنا بنتكلم على الجزء الفني، هو وشيكو بنزا اهو عشان بنتكلم على الجزء الفني. احمد شريف، الجفالي، مش عايز الاربعه دول، لان واحد هنا اساسي واثنين بدل. خوان بزيرة فنيا انا مش هقعد اتكلم عليه، لان ده احسن لاعب دخل مصر اخر كام سنه بعد كينو يعني. فده كمحترف لعيب كبير جدا 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 جدا، وصغير في السن كمان، يعني انت جايبه احسن من كينو، يعني تقدر تستثمر فيه بعدين كمان. كفنيا الواد ده مهاري جدا، عظيم جدا، انا مستني منه حته بس ان هو يظبط رجليه على الجون، الفينش بس مش اكتر. شيكو بنزا الناحيه التانيه بقى، شيكو بنزا سريع جدا، قوي جدا بدنيا، لعيب العبه في ماتشات انا محتاج فيها للسرعه، لما لاعب فريق زي الاهلي او بيراميدز او فريق كبير في دوري الابطال واكون متقدم عليه، ده ينزل في المساحات يقلب الدنيا، يقلب الدنيا حرفيا، يروح يطير يقلب لي الدنيا كلها، قسما بالله يفلق لي الدنيا. فده لعيب انا استفاد منه جدا جدا كمان، بس اشتغل صح واحطه في الاماكن الصح في الاوقات الصح قصاد الفرق الصح، انا هشوف منه احسن حاجه. احمد شريف مستواه مع ذلك متذبذب جدا، جه عليه فتره ايام ماتشات قرابه الاسماعيليه وبدايه الفتره ما بعد التوقف الدولي الاول مع الزمالك، الواد ده كان رهيب، كان بدا يتاقلم، كان بدا ينسجم، كان بدا يخش في الاجواء، كان بدا يعمل كل حاجه ويجيب اجوان، جايب جون في قرابه الاسماعيليه على جونين في ماتش في الكونفدراليه، كان بدا يفوق. الولد ده كويس، انا شايف ان هو هيجي منه حاجه، هو اصلا مهاجم بس احنا بنلعبه وين. الجفالي ده افضل اقول انا شايفه هيكون لعيب كويس جدا وموهبه كبيره جدا. ليه؟ ده لعيب تونسي يعني مش مصري، ان في كشافه يشوفوه يجيبوه من تونس، فاعرف ان الواد ده حتى لو ما تاقلمش وهو موهبه كبيره جدا. انا المطلوب مني دلوقتي يا كابتن معتمد ان الواد ده على قد ما اقدر اخليه يتاقلم مع الفرقه واطلع احسن حاجه عنده.
ولما بدأ مع الزمالك لعب ماتش زد تقريبا على ما اتذكر، الواد ده نسخه من مصطفى فتحي، لعيب خفيف رشيق ومهاري جدا، فالواد ده يفرق معاه في ماتشات كتير جدا 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 كمان. فدول الوينجات بتاعتك، ووينجاتك من احسن الوينجات اللي موجوده في مصر، اخوان بزير، بكفايه ان اخوان موجود اصلا، يعني انت عندك احسن جناح يمين في مصر. حتى لو هتتكلم على الوينج الشمال اللي هو شيكو بنزا اللي بنشوفه عبيط وبتاع، الراجل ده كان مؤثر في الدوري جدا، كان فارق جدا، ونزل ماتش بيراميدز يعتبر هو اللي جاب لك الثلاث نقط بالاسيست اللي ادالك اخوان بزير. فوينجاتك كويسين، انت عندك احسن وينج يمين في مصر، وممكن واحد يصنف من احسن وينجات الشمال في مصر. هجومك بقى ما شاء الله، احسن مهاجم في القاره عدي الدباب، الاسطوره ناصر منسي، عمرو ناصر الموهبه اللي انا شايفها قسما بالله مهاجم سفاح في المستقبل. عدي الدباغ اللي هو احسن مهاجم موجود في افريقيا كلها عامه، الراجل ده من اول ماتش لعبه مع الزمالك وهو بيضيع، انا قلت الراجل ده لو تاقلم على الاجواء هنا احنا هنتغنى بيها نقول عليه احسن مهاجم في مصر وفي افريقيا كمان. انا دلوقتي بشوفها في افريقيا، وطلع كلامي صح الحمد لله، لان انا شفت فيه لعيب كوره بيعرف يرقص، سريع، بيعرف يستخدم جسمه صح، فينيشر. حتى لو كان بيضيع في الاول دي ازمه ثقه واتحلت في الاخر. مش هنسى جونه في سيراميكا وهو بيغلط سعد سمير وبيجري زجزاج عشان يغلطه، في الاخر يقوم مديله كتف ياخد الكوره ويقوم حاططها في الدقيقه لمحمد بسام. اجوانه صعب جدا في حته ان هو يغلط المهاجمين، هو والواد ناصر، والناصر برضه في الحته دي ما شاء الله. يقوم رايح في ماتش الاسماعيلي عدي الدباغ غلط المدافع وقام واخدها وقام عاملها لوب في الجون من فوق الجون على طول لوب. ناصر منسي بيعملها على طول، عملها في الهاني سليمان، عملها في الواد الجون بتاع سيراميكا محمد بسام، عملها في ناس كتير قوي. ناصر مش زي عدي يقدر يلعب بره المنطقه عادي ويلعب كوره ولاعيب كوره حلوه قوي وترقيص وبساط ودنيا ما شاء الله عليه، انما ناصر سفاح في المنطقه، سفاح، تجي له الكوره جوه منطقه الجزاء هيرشقها في الجون عادي. فانت معاك اتنين من احسن المهاجمين اللي موجودين في مصر، معاك واحد احسن مهاجم في مصر افريقيا، وممكن ناصر ده تاني احسن مهاجم في مصر اصلا، يعني مفيش، ما افتكرش حد احسن منه هنا موجود لغايه دلوقتي. وعمرو ناصر موهبه للمستقبل هتفيدك فيما بعد ان شاء الله. الملخص المفيد، انا شرحت لك السكواد بتاعنا، سكوادنا كويس ما هوش وحش، انا شايفه عادي متوسط او متوسط اعلى من المتوسط شويه كمان. اعتقد الزمالك هينافس عادي ان شاء الله السنه دي، الزمالك بتاع النفس القصير في الدوري ده ان الدور الثاني يبقى قصير. في دوري الابطال انا مش شايف الا صن داونز اقوى منك لغايه دلوقتي كسكواد وكلاعيبه وكخبره وكثقه. فانا شايف ان شاء الله بعون الله الزمالك هيقدم موسم كويس حتى بالمشاكل اللي معانا دي كلها، وربنا يسترها، وان شاء الله نشوف الزمالك بطل للدوري، دوري ابطال افريقيا كمان. ليه لا؟ الاحلام ببلاش كده كده، واحنا مع الزمالك بنحلم دايما.